بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم مرة أخرى. الرياضة يعني بناء للأجسام، كلنا عارفين ده، ويعني حتى الأجيال القديمة يقول لك أهم حاجة وأنت بتودي ولادك المدرسة الصبح يقفوا في طابور الصباح يعملوا التدريبات المدرسية، حتى دي لو كانت حاجة بسيطة جدا. لكن لما ابتديت أكبر عرفت إن الرياضة ليها دور مهم جدا في حياتنا. بناء الأجسام أنا موافق عليه، لكن تحسين الحالة المزاجية والصحة النفسية والانسجام ما بين الشخصية وما بين المجتمع مش هيحصل أبدا من غير رياضة. مع التطور أكتر أو الزيادة في العمر لقيت إن أنت علشان تعيش حياة جميلة وحياة يعني تقدر تقول بتتحكم فيها لازم تلعب رياضة عشان تحافظ على صحتك. ممكن يكون مش متاح لينا كلنا في هذا التوقيت أو في هذا العصر اللي الدنيا بتجري فيه التزامات وضغوط إن أنا أمارس رياضة، ولكن بأبسط الأشياء حتى لو أنا همشي شوية. هنخش في تفاصيل اكتر في رياضات كتير قتاليه وتربينا عليها وشفنا لها اعمال سينمائيه مصريه ودوليه، ونشوف الكونغ فو والكاراتيه، ونشوف يحصل فتره من فترات الرواج الشعبي، تلاقي بسبب عمل فني خرج جيل كامل وابتدى يمارس هذه الرياضه. لكن في السنوات الاخيره ابتديت اسمع مسمى عن رياضه قتاليه جديده اسمها الايكيدو. ولما ابتديت اقرا شويه واتابع لقيت ان الرجال والنساء مقبلين على هذه الرياضه وبيحققوا فيها نجاح. اللي استغربت له اكتر ان كل ما بتكلم معاهم يقول لا هي مش مرتبطه بعمر، اقول لهم يا جماعه انا كبرت على حاجه زي كده، يقول لا قدامك الفرصه. النهارده انا عايز اتعرف اكتر يعني ايه رياضه الايكيدو، الهدف منها ايه، ايه المهارات اللي ممكن يكتسبها الانسان اللي بيمارس هذه الرياضه، وتفاصيل نشأتها من أي دولة دخلت مصر، هل إحنا هي ليها بطولات دولية ومصر دخلت في هذه البطولات، تفاصيل كتير. أنا بيشرفني النهارده الكابتن مريم أحمد مدربة رياضة الأيكيدو القتالية. ازيك يا كابتن؟ اهلا وسهلا بحضرتك، مساء الخير. إيه اللي خلاك تتجه هذا الاتجاه من الرياضة؟ والله هو كان حلمي من الاول ان انا اتعلم رياضه قتاليه من وانا صغيره يعني، لكن كان والدي بقى الافكار القديمه لا يعني بيخاف عليا وكده. فابتديت يعني لما يعني تزوجت وبقى عندي اولاد، فوديت الاولاد رياضه، فبقوا يتعلموا رياضه وانا اقعد استناهم. فموضوع ان انا اقعد استناهم ده ضايقني جدا يعني. طب ليه انا استنى ما احنا ممكن نتعلم رياضه؟ ابتديت بقى بالجيم واحده واحده. لا طب ما انا احقق حلمي بقى القديم ان هو اتعلم حاجه قتاليه اللي انا كان نفسي فيها. ابتديت اتعلمت تايكوندو، قعدت حوالي 4 سنين بلعب تايكوندو. وبعدين طبعا التايكوندو من الالعاب اللي احنا لازم نبداها واحنا صغيرين. فمع يعني مراحل العمر بيبقى صعب قوي ان انت تتقنه. فقلت ابحث عن حاجه اقدر ان انا فعلا ادافع بيها عن نفسي، وما يفرقش معايا موضوع العمر ده فيها خالص. واقدر احقق فيها اهدافي بان انا فعلا اقدر ان انا ادافع عن نفسي فيها. لكن بصراحه الايكيدو كان اكتر من ان انت تدافع عن نفسك، لا ده هو بيخليك تثق في نفسك اكتر، بينظم طريقه تفكيرك بشكل احسن، بيخليك تقدر ان انت تختار ما بين المواقف المختلفه بشكل افضل. فبصراحه لقيتها هي الملاذ لاي حد محتاج ان هو فعلا يهدي من نفسه وينظم افكاره ويرتبها ويحقق فيها انجازات يقدر ان هو في اي سن يقدر يحققها. قلت كام نقطة بس أنا ما قطعتكيش، إن هي ابتدت الرياضة دي يعني في سن كبير، يعني مش أثناء الطفولة. إزاي؟ يعني النهارده انا عشان ادخل مجال رياضه قتاليه ما هو سهل، محتاج مني اعداد جسماني وتاهيل نفسي وتدريبات كتير. ده الايكيدو مش محتاجه؟ لا محتاج ده، بس بصور مختلفه عن الرياضات التانية. يعني انا محتاجه ان انا اعمل تاهيل نفسي، وده بيكون من ضمن التدريبات اللي حضرتك بتتدرب عليها ضمن الايكيدو، بس انت مش بتاخد بالك اثناء التدريب، انت بتلاقي نفسك تطورت نفسيا من خلال التدريب. ازاي؟ انت الاول انا مش محتاجه قوه عضليه ولا بنيانيه فظيعه، مش محتاجه اللي يكون عندي اللياقه البدنيه عاليه جدا، ممكن يكون مش ممارس خالص للرياضه ويبدا الايكيدو في سن كبير، ما فيش اي مشكله. لان هنا احنا الاول يعني اول ما بيجي لنا اي حد انا مش بقول له يلا اعلمك ازاي تدافع عن نفسك، لا انا بعلمه الاول ازاي يمشي، ازاي يقدر يتحرك يمشي على الارض الاول زيه زي الطفل الصغير. فمراحله متعدده، وكل مرحله من دول فيها التطور النفسي بتاعها.
فلكل مرحله لما انا اجي اقول له مثلا هنتعلم ازاي نمشي النهارده، فيمشي يلاقي نفسه بيعرف ان هو يمشي ويتحرك. طب هنتعلم ازاي نغير الاتجاه، لان تغيير الاتجاه لوحده في رياضه الايكيدو ممكن يفيدك، يعني يفاديك من ضربه او من لكمه. انت ممكن تدافع عن نفسك من خلال تغيير الاتجاه فقط. وهنا دي بقى ايوه التقنيات. التقنيات بتاعت اللعبه هاجي لها بعد ممتاز. شويه، لكن انا دلوقتي الايكيدو دي مم. دي منشأها فين؟ دوله إيه؟ اليابان. من اليابان برضه. ايوه. ودخلت مصر امتى؟ دخلت مصر في الثمانينات مم. على ايد سensei محمد سعيد، ومجموعه كانت مهتمه جدا بالموضوع ده في التدريب في نادي الزمالك الاول، وكان معاه سensei محمد سعيد وسensei هشام يوسف وسensei ايمن السباعي. وبعد كده ابتدت تتطور ودخلت في انديه كتير من نادي الزمالك لاتحاد الشرطه وهكذا. انا عمل لنا اتحاد دلوقتي ولا لسه؟ احنا تبع الاتحاد المصري للجودو والايكيدو والسومو، يعني مم. احنا لجنه جوه الاتحاد المصري للجودو. في بطولات دوليه مصر بتشارك فيها؟ مش بطولات دوليه، هي ما عندناش كلمه بطوله، لان بطوله دي يعني يا اما حد خسران او حد كسبان، ودي عندنا ضد مبادئ اللعبه او فلسفتها. لان انا لو فزت على اللي قدامي دي، يعني انا يا كسرته يا خلعته وقتلته، لان طبعا الرياضه هي بتبقى تحكم في النفس والسيطره على اللي قدامك بشكل كبير لغايه كنترول معين. لو زدت عن كده بيبقى يعني انت ما بتوصليش لمرحله ان انت تهزمي الخصم، لا، تتحكمي فيه بهزم فقط. كنترول مم. ما قبل الخلع مم. والكسر، لان ازيد من كده يبقى خلع وكسر، ده دي بقى بتستخدمه التقنيه بره. بقى اللي احنا قلنا هنتكلم يعني فيها. تحكم الايكيدو في الذات. بيلعب على المفاصل. مفاصل. اكمل الجزئيه اللي فاتت. بيبقى فيه ملتقيات دوليه، يعني انا نفسي شاركت في ملتقى دولي في المغرب وفي الجزائر، وبيبقى فيه عروض دوليه بتشارك فيها مصر. كنا لسه في اليابان سنه 24 برضو، شاركنا فيها في العرض في اليابان. يعني كنت من ضمن البعثه الموجهه لليابان. بس يعني احنا عندنا برضو ايه، نقدر نقول رياضيين بيشرفونا في كل الرياضات، حتى ولو كانت لسه وليده، مع ان هي موجوده من الثمانينات، يعني بنتكلم على 45 سنه تقريبا، فما أيوة. هياش وليده، ولكن بالنسبه للناس كتير ما يعرفوش. تقنيه اللعبه ايه بقى؟ هي الاخضاع. احنا يعني اضعف حاجه في جسم الانسان هي مفاصله، اي ما يكون هو الشخص مين. يعني انا عندي نفس التكنيكات اللي ممكن يلعبها الطفل اللي عنده 5 سنوات او 6 سنوات، هي اللي ممكن يلعبها الراجل الكبير اللي عنده 60 70 سنه، هو نفس التكنيك، لان مفاصل الانسان واحده في كل الاجسام. فانا لما بلعب على على التقنيه دي وعلى شكل المسكات والضربات والهجمات، اقدر ان انا اخضع اللي قدامي مهما كان القوه بتاعته ايه، لان انا بتحكم في مفاصله. ده رقم 1. رقم 2، انا بعلم الاولاد او الناس عامه، اذا كان رجال او سيدات، ان احنا بندافع عن نفسنا ضد سلاح. يعني طب لو حد هجم علينا بشومه، هنقدر نعمل ايه؟ ده من ضمن الايكيدو اللي هو الجو، وضد اي اسلحه من الاسلحه البيضاء الكبيره زي عندنا اسمه بوكن اللي هو السيف، والطانتو اللي هو الخنجر او السكينه او المطوه وما شابه. يعني هنا في عمليات ضبط نفس كتيره، ودي اللي حضرتك قلت لي ببتدي بيها الاول عشان يبقى عنده ثقه في نفسه. ايوه. ما يشوفش سلاح في ايد نقدر نقول المهاجم فيقلق منه فيخاف، لا هو بيبتدي يفكر يتعامل معاه ازاي ويحمي نفسه. هو احنا كده كده بنتدرب باسلحه خشبيه، لكن هو قبل ما بدخله مرحله ان هو يتدرب حتى لو بسلاح خشبي، انا لازم ابقى واثقه في نفسيته هو الاول هيقدر يعمل ايه بهذه الاسلحه. يعني ما ينفعش ابدا ان انا اخليه يتدرب بسلاح من غير ما يكون هو متحكم في ذاته وفي نفسه في انفعالاته، لان ساعات بيبقى في ناس هي بخبراتها السابقه او مشكلات زي اللي بنشوفها مع الاطفال بتبقى عندها شويه عنف. فلازم ده الاول اهديله نفسيته دي، اعرف اوجه الطاقه بتاعته دي صح، وبعدين اعلمه التقنيه علشان ما بقاش بعلمها له غلط. المفروض ابتدي من سن كام سنه؟ انا ببدا من سن 6 سنوات، ويكون عنده استيعاب. لغايه كام سنه؟ لا على طول بقى ممتد، ملهاش سقف. لا. وانا خدت معلومه من حضرتك في سياق الكلام، ابتدي في اي عمر كمان. اي عمر، انا منتظر حضرتك. صح. ايوه. طب انا عايز بقى اعرف، انا شايف ان في زي جميل قوي على الشاشه. أيوة. حتى ملابس حضرتك اللي جايه بيها النهارده شبه الالوان، يعني واضح مش قادره تبعدي عن الالوان. لا خلاص. ده الزي الياباني برضه.
ايوه دي عندنا البدله بتاعتنا اللي بتبقى بدله الجودو ابيض، يعني بدله جودو بيضه خالص، ما بتبقاش زرقاء، بتبقى بيضه. واللي بتبقى الجاكيت والبنطلون ابيض، والزي اللي تحت ده الهقامه. الهقامه دي بتتلبس بعد الحزام الاسود، وهي ممكن في مصر او الدول العربيه إن يعني السيدات او البنات يلبسوها كنوع من انواع الستره يعني. وهنا رجل بيلعب مع امراه. انا هنا ده كنت ده حضرتك؟ ايوه انا وهنا يعني هنا كنت بشرح. طبعا. كان ده سيمينار كان حاضره رئيس الاتحاد الدولي، وكنت بشرح تقنيه معينه عندنا. بشرح فكره ان احنا لما نيجي حتى الماسكه، اول ما يجي يمسك لازم تكون التصرف سريع ازاي، وابعده عني عشان ما افتحش على نفسي ضربه جديده وانا بشتغل يعني. وانت اهو ما شاء الله تحكم كامل اهو، مش موضوع اداء فقط، لا انت كنترول حقيقي. ايوه. طيب انا عايز برضو اعرف، انا في تدريبات جسمانيه كمان لازم يكون الجسم ده فيه لياقه، لازم يكون فيه مرونه، دي بتحتاج مني تمرين اخر. مظبوط، زينا زي اي رياضه تانية بيبقى فيه يعني تسخين عام، وبيبقى فيه تسخين خاص باللعبه نفسها. التسخين العام اللي هو الفتنس العام بقى، الجري والحاجات اللي احنا عارفينها. اما التسخين الخاص بتبقى خاص باللعبه بتاعتنا اللي هي تسخين المفاصل نفسه، لان انا كل لعبي على المفاصل، فانا ابتدي بقى اسخن المفصل ازاي. لازم كل المفاصل بتاع الجسم يكون كويسه جدا وتسخنها كويس عشان ما يحصليش اي اصابات. هو شيء جميل جدا، وانا بتكلم النهارده عن الرياضه، لكن في ناس ممكن تكون بعيده تماما عن الرياضه وما فكرتش فيها، فيقول لك هو انتوا ايه العنف اللي انتوا فيه ده؟ انتوا ليه بتعملوا ده؟ بس انا من الكلام ومن التعرف النهارده لقيت ان دي حتى فيها نوع من الرحمه مع الخصم، لان انا بوصل لنقطه معينه بتوقف. ايوه مع الخصم او مع الزميل، لكن لو احنا في شارع مثلا، هو اول مرحله من المراحل دي اللي انت خلاص عملت له اخضاع وسيطره وكنترول. طب فرضا هو مستمر، هنعمل ايه؟ اكيد المرحله اللي بعد كده، يعني اقصد هي ملهاش سقف، لكن اصل هي حسب كرياضه الموقف. كشق رياضه هي ليها ثوابتها طبعا، لكن كشق دفاع عن النفس أيوة. في الشارع عموما هنا هيبقى الموضوع اكتر من ان هو كرياضه. وبعدين انا حتى اللي بيأذيني انا مش داخل ان انا اذيه، مجرد ان انا عملت له اخضاع وسيطره خلاص، انا مش مضطر ان انا اقتله يعني. لا، وصلت معاه للمرحله اللي انا عايزها، وخصوصا ان بيبقى متفاجئ ان انت بتقدر تعمل ده، لان احنا زي ما بنقول في رياضه الايكيدو ده رياضه مباغته. هو بيبقى اللي قدامك مش مدرك ان انت ممكن تكون بتقدر تعمل ده. احتجت في يوم من الايام تستخدمي الايكيدو خارج الملعب؟ والله يعني لمرحله ان انا استخدم ايدي لا، لكن في تطور معين هو فعلا ان انا حسيت بيه، يعني اللي هو بنوقف اللي قدامنا عند حدوده مع الحفاظ على مسافه الامان. بمعنى ايه؟ يعني الاول كان ممكن حد يقدر ان هو يتعدى الحته دي، لكن مجرد بقى الوقفه بتاعتك مع فرده الظهر والشموخ بتاع اي لعبه قتاليه على فكره بيخلي اللي قدامك يفكر 1000 مره قبل ما يتعرض لك يعني. هو الثقه بالنفس شعور بينتقل بالطبيعي للي قدامي على فكره. ايوه مظبوط، وبيحس ان انت لا، انت عندك اكتر من اللي هو شايفه، فبيقلق، فبيتراجع عن اي حاجه هو ممكن يقدر يعملها. مدى الاقبال ايه؟ يعني احنا شايفين في تزايد؟ لا بقى في اقبال كبير خصوصا من السيدات والبنات، لانها رياضه زي ما قلت لحضرتك في اي سن. يعني انا عندي اولياء امور سيدات كتير نفسها جدا تجرب، وفعلا عندي اولياء امور بيتمرنوا وخدوا احزمه وخدوا وصلوا للاسود وتحت ايدي يعني زي الكاراتيه والجودو ليها احزمه؟ طبعا مراحل. طبعا ليها احزمه وليها التدرج بتاعها في الحزام وكل حاجه. ممتاز. احنا محتاجين ايه؟ انتم شايفين الرياضه دي هيكون مستقبلها ازاي، وايه مطالبكم؟ ده سؤال حلو قوي. مطالبنا فيها يعني اولا انا طبعا يعني الايكيدو هو رياضه كبيره، ورياضه ليها فلسفه، ورياضه ليها فكر مختلف عن اي رياضه تانية، فلازم يكون ليها اتحاد مستقل بيها عن رياضه هي هدفها المكسب والخساره او الهزيمه. فكون ان الايكيدو ليها فكر مختلف، زي ان هي ما فيهاش بطوله، ما فيهاش ميداليه، لان انا عندي دي بعمل حاجه فيها اسمها ضغائن او تنافس، فانا بعلم اللي قدامي ان هو ما يبقاش عنده دي، لا يبقى عندك سلام نفسي. فانا ازاي اتحط مع اتحاد هو اصلا بيبحث عن المكسب والخساره والبطولات؟
لا انا شايفه ان من الافضل يكون لينا الحته بتاعتنا اللي اتحاد بنتكلم مستقل منها، يعني؟ بنتكلم منها علشان اقدر احقق اهدافها. ليه؟ لان طبعا انا مدركه تماما لعبه الجودو جميله جدا، يعني لكن هي فيها بيتم مكسب وخساره. التعامل مع هذه اللعبه خارج مصر غير ما احنا بنتعامل معاها هنا؟ نهائي. مم. حضرتك يعني اتكلم في الايكيدو في اليابان، يعني انا يعني شفتها في اليابان، ده حاجه مختلفه تماما، واحترام كبير واهتمام كبير وليها دعم كبير جدا، لانها ليها فلسفه وليها فكر، وبيظهر ده على المتدرب سريعا. فما دام انا عندي رياضه الهدف منها مش بس ان انا احرز ميداليات او حاجات زي كده، فانا لازم يكون فكري معاها كمان هو مختلف، ان انا ما اعملهاش بطوله، لا انا اعمل لها مثلا مهرجانات ممكن نقدر نعمل فيها عروض معينه، اطور من دوت، اجيب ناس من بره، اطور الاداء جوه. فده بيكون محتاج فكر مختلف عن فكر الميداليه او فكر الفوز او فكر ده. يعني هي في نوع من الاستمتاع بان انا اشوف عرض، يعني انا والعرض شغال اللي كنا بنعرضه من شويه لحضرتك، انت بتشوف نوع جديد ومن حركات مختلفه، فهي فيها تشويق وفيها جذب كمان. جدا. ده حضرتك كمان ما شفتش معانا السلاح، يعني الجزئيه يعني بتاعت ده كان السلاح. في اليابان؟ لا ده كان هنا في لقطات معانا هنا على الشاشه. ده كان هنا في مصر لما كنت استلمت الحزام، شهاده الحزام الاسود الثالث من السفير الياباني. وده سensei عمرو بهاء، حزام 4 دان. بس ده بقى في اليابان. ده مع حفيد المؤسس، يعني اللي هو دلوقتي حفيد المؤسس. ايوه الجيل الثالث. ايوه. في بقى ابنه كمان موجود. فده كان الصوره دي كانت هناك سنه 24 شهر 10. بس يعني احنا برضو محتاجين الاعمال السينمائيه. انت لو اكيد على فكره الاعمال السينمائيه موجود فيها الايكيدو، لكن الناس ما تعرفش ان ده ايكيدو. يعني ستيفن سيجال مثلا ده كل رياضته ده ايكيدو، كل اللي هو بيعمله ده ايكيدو. هو انا كمان حتى لما جاكي بقصد شان الاعمال والحاجات الاخيره. السينمائيه، ايوه احنا ممكن نكون شفنا اعمال سينمائيه بتتكلم عن الكوره، ويقول لك مظبوط. مثلا الفنان عادل امام، وشفنا في الحريف حاجات كتير بتنصب على الكوره. ودايما انا بشوف ان في ظلم شديد للرياضات الفرديه في مصر، مش الايكيدو فقط، لا هتلاقي كل الرياضات الفرديه مظبوط. تقريبا لا يتم تقديرها بالشكل الكامل، يعني ودعمها المادي كمان. يعني احنا كل الحاجات دي بتبقى على حسابنا تماما. م. يعني اللي محتاج، اللي يعني اللي هنروح مكان معين مثلا او حاجه، لا بيبقى على حساب اللاعب تماما، او اللي هو مهتم ان يعمل ده، لان الموضوع بيبقى بيفرق بقى مع اللي بيبقى عنده هدف وعنده رساله عايز يوصلها، فما بيفرقش معاه بقى مع الموضوع ده، لا بيحاول ان هو ييسر لنفسه الامور، طبعا ربنا معانا في الموضوع ده، السبل انه يقدر يحقق الهدف اللي هو او الرساله اللي نفسه يعملها. كلام انا موافق عليه. محتاجين فعلا نظره من الدوله للالعاب الفرديه، ومحتاجين كمان نظره من المجتمع ومن الاعمال السينمائيه ومن الاعلام. احنا النهارده دايما بنتكلم على الثقه في النفس، وان انا عايز اربي ابنائي تربيه يقدروا يطلعوا يواجهوا المجتمع. ده شيء مهم. في ناس تقول لي هيواجهوا المجتمع بالعنف، اقول له لا، هيواجه المجتمع بثقته في نفسه، ان هو قادر على حمايه نفسه، قادر على ان هو يتعامل مع كل المواقف، قادر ان هو يعتمد على امكانياته ويوظفها في ان هو يكون مستقر نفسيا ومطمئن داخل المجتمع. وده شيء نفسيا. مهم جدا. الرياضات الفرديه في مصر بصراحه مظلومه. خلاص بقى كفايه ان احنا نقعد نتفرج ونشجع ونسقف، ما تيجي كلنا ننزل نتمرن، كل واحد حسب امكانياته ووقته وظروفه، بس نتحرك، نحفز جسمنا ان هو يقاوم الضغوط النفسيه والصحيه علشان نقدر نعيش في سلام مع نفسنا. شرفتينا يا كابتن. ميرسي بشكرك الكابتن مريم احمد، مدربه رياضه الايكيدو القتاليه، شرفتينا. ميرسي جدا. ميرسي لحضرتك. مشاهدي برنامج مصر كل يوم، تصبحوا على خير.